واحط حشياها جوه قلب البطايه. الحله عندي انا كانت قبل كده سخنه يعني. وبصوا ثواني كده، انا حطيت طبعا الزيت، حطيت شويه زيت، انا بعمل بزيت بصراحه يعني، ليا فتره بحط زيت في الاكل. طبعا انا قلت لكم ان الفريك اهو، الفريك ده تم تنجيته واتنجى قبل كده واتنجع في ميه، وانا غسلته برضو للمره الاخيره، غسلته بديله غسله كويسه، وبنزل بيه في قلب الحله. تمام. ريحه الفريك طبعا ما شاء الله طالعه، بصوا انتوا عارفين الفريك طبعا. بحط ملح طبعا، لازم احط الملح اثناء ما انا بشوح، بيديني طعم احلى برضو. الخطوه دي مهمه، لازم نحط الملح والفلفل اثناء ما احنا بنشوح. تمام. هنزل بالملح والفلفل اهو. تمام. وبدي ايه تشويحه. انا لو حسيت ان هم عايزين زيت تاني بحط لهم شويه زيت تاني. تمام. احط شويه زيت تاني. تمام. لازم نديله التشميعه يعني، لازم اديله كده كام تجريبه كده. تمام. وبعد كده انزل بالرز في الاخر خالص. بصوا اهو، لازم يتشمع معايا، فخليكم معايا. انا هديله التشميعه، هديله التحميره الحلوه، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. هنضيف الرز بعد كده ان شاء الله يعني. كده خلاص الفريك معانا اتشمع يعني، او ادينا له تشويحتين 3 4 كده في الزيت او في السمنه حسب ما انت عايزه يعني. بص هنزل بعد كده بشويه الرز بتوعنا، ما نكترش رز. تمام. انا عايزه الفريك اكتر من الرز. انا عايزه شويه الفريك اللي انا بعملهم دول، عايزه الفريك اكتر. تمام. فاحاول اراعي الحته دي، احاول اراعي ان احط الفريك كميه اكتر من الرز، لان هو فريك وحطينا عليه رز. بصوا اهو، شايفين انتوا الفريك هنا اكتر، كميه الفريك اكتر من الرز. تمام. برضو هنديله برضو كام تجريبه كده مع بعضه. تمام. بعد كده مش هنزل، انا مش هحط له ميه من الحنفيه، لا طبعا هحط له ميه من الفرخه نفسها، من شوربه الفرخه نفسها، من شوربه البطه قصدي يعني. ايا كان، كنت عامله شوربه فراخ او شوربه بط، احنا النهارده عاملين البط. تمام. اهو بصوا اهي، ادي الفريك مع الرز اهو. برضو بنديهم تشميعه مع بعض هما الاتنين تاني، بندمجهم مع بعض كويس عشان خاطر الرز ما يبقاش معانا ايه متعجن، برضو ندوله تشويحه تاني كده كويس. نفضل نقلب كده شمال يمين في الحله لغايه ما نشبع الرز كويس خالص في الزيت او في السمنه اللي انت حاطاه. هو يستحسن لما تيجي تعملوا فريك او رز الحاجات دي، يستحسن ان احنا نحط ماده بتاعتنا الدهنيه، نحط زيت، ما نحطش سمنه. الزيت في الرز بيطلع الرزايه واحده واحده كده متفلفله كده، وحبايه واحده بواحده. لكن لو حطينا السمن مع يعني، انا جربت السمن زمان فما ما ظبطتش معايا يعني، كانت لا بصراحه في الرز والفريك والحاجات دي لا، بنستخدم زيت. في التشويح بتاع الرز بنستخدم زيت، هيطلع معاكي حبايه حبايه، مش هيتعجن معاكي. جربي الطريقه دي ويعني موضوع الزيت وجربيه هتدعيلي يعني. بصوا احنا يعني كام دقيقة كده وهنخلص يعني كده موضوع الفريك والرز. هنضيف بعد كده، نستنى بقى لما دي تاخد 3/4 سوا كده عشان نقدر ناخد منيها الشوربة ونسقي بيها ايه، نسقي بيها الفريك. تمام. يعني تقلبتين 3 وتمام كده يعني. خليكم معانا برضو عشان نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. ورجعنا تاني نشوف بعد كده هنعمل ايه. كده انا هاخد شوربة بقى من البطة اهي. بس الاول هبصوا ثواني كده، انا هفتح النار الاول على دي، على ايه، على الفريك، لان انا مرضيش احط من الشوربه لان الشوربه ما كانتش لسه استوت البطه. فانا طفيت عليه طبعا، اديت له تشويحه في الاول وبعد كده طفيت عليه، وبعد كده رجعت كده هاخد اعمل هنا
هحط الميه او الشوربه، شوربه البطه اهي، ما شاء الله طالعه دسمه وحلوه اهي. تمام. طبعا هي البطايه استوت، انا هطلعها دلوقتي خلاص، يعني انا استنيت عليها لما استوت. تمام استوت خالص، انا دلوقتي هطلعها وباخد الشوربه بتاعت البطه بضيفها ايه، بضيفها للفريك بتاعي. يعني باخد شوربه البطه هي اللي بتديني طعم طبعا مع الفريك، بيطلع طعمه ما اقولكمش يا جماعه، جربوها الطريقه دي. انا عملتها لكم قبل كده في الفرخه الامهات في عندكم في الفيديو على القناه. يا رب تجربوا الوصفات بتاعتنا ان شاء الله وتنول اعجابكم ان شاء الله يا رب العالمين. تمام. انا بسقيها كلها اول عن اخر شوربه. تمام اهو، لغايه ما يعني بصوا نوصل للكميه اللي احنا عاوزينها اهي. هم عايزين شويه تاني طبعا، عايزين شويه تاني لان الفريك بياخد طياب على النار شويه، قاسي شويه يعني ايه، ناشف شويه. تمام. فبصوا اهو بديله شويه كده. والشوربه بتاعتي اصلا انا حاطه لها ملح، يعني انا مملحاها وحاطه لها كل حاجه وفيها كل حاجه. ما اقولكمش على الطعم يا جماعه، والله حاجه جميله جدا. جربوا الطريقه دي وادعوا لنا بعد كده، كانكم بالظبط عاملين الفريك ده كانكم حاطينه جوه بطن الفرخه كانكم حاشينه يعني. بصوا طبعا احنا نقلب كده طبعا. تمام. احنا حاطين له الملح بتاعها وكل حاجه. على فكره عايزه شويه تاني هي. بصوا هننزل بشويه برضو تاني من الشوربه بتاعتنا اهي، الشوربه الدسمه الحلوه دي بتاعت البطايه الحلوه النهارده. اللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. إيه لو انتوا لغايه دلوقتي قاعدين معانا في الفيديو مستمرين، يا رب ان شاء الله كده تعملوا لنا اشتراك متابعه يعني في القناه، وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت ان شاء الله، تتابعوا المحتوى بتاع القناه هيعجبكم ان شاء الله. إيه كده هنغطي على الحله احنا وهنطلع البطايه. تمام خليكم معانا. طلعنا البطايه بصوا اهي، طلعتها طبعا استوت خلاص كده، جاهزه ان انا احمرها، سواء هدخلها الفرن او هحمرها على البوتاجاز من فوق. كده البطايه بتاعتنا استوت الحمد لله، ما خدتش وقت لان هي صغيره في السن مش كبيره الحمد لله يعني، ما شاء الله يعني تبارك الله. وعندي هنا الفريك طبعا بدأ يغلي اهو، ياخد الغلوه دي وبعد كده انا هوطي عليه بصراحه، يعني انا مش عايزاه يتعجن. تمام اهو انا كده حط يعني بصوا غلوه تاني كده وخلاص، وهوطي عليه بحيث ان الفريك كده والرز يطيبوا مع بعض طياب كده على الهادي جدا. تمام. هغطي الحله. تمام. يبقى هنا ده هيستوي على نار هاديه دلوقتي، هوطي عليهم، وزائد ان البطايه هنروح نحمرها ونشوف بعد كده هوريكم بقى الشكل النهائي للاكله بتاعتنا النهارده، البطايه الجميله دي مع شويه الفريك اللي عملناهم بالرز ان شاء الله يا رب كده بالهنا والشفا. وجربوا الوصفه بتاعتنا ان شاء الله. خليكم معانا عشان نوريكم بقى ايه الشكل النهائي للطبق بتاعنا النهارده ان شاء الله، وبالهنا والشفا جميعا يا حبايبي ان شاء الله كده. خليكم معانا. احنا يعني بصوا خدت الاراء، قالوا لي لا يا ماما حطوه لنا في الفرن. تمام. فانا هحطه في الفرن بصراحه، قلت بدل ما نشوحوه على البوتاجاز من فوق وحته تتحمر وحته لا وكده، لا قلت يعني ايه اولادي قالوا لي لا حطيه يعني حطي البطه جوه الفرن يعني افضل. بصوا طبعا انا بصوا ما عنديش سمن بصراحه، السمن خلصان من عندي، ما فيش مانع يعني ان احنا نحط زيت طبعا للتحمير بس يعني فاهمين، للتحمير. تمام اهو. تمام. ومع الزيت بنزل بشويه بصوا جايبه انا ملح وفلفل كده. تمام اهو، لازم الملح وفلفل لما نيجي نحمر اي حاجه نرشوها كده اهو. تمام اهو، لازم التكايه دي بتاعت الملح وفلفل في اي حاجه انت هتدخليها الفرن. تمام اهي هنقلبه على الناحيه التانية ثواني اهو عشان يبقى من جميع النواحي كده ايه متشبع بقى ايه ملح وفلفل كده وفلفل اسود اهو. تمام اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، صلوا على الرسول. تمام كده اهو. تمام نزلت بكل الخليط بقى بتاع الفلفل عشان يبقى تمام كده. تمام. طبعا انا فاتحه الفرن مجهزاها طبعا، باخده كده وبطلع بيه على الفرن.
باخد البطايه الجميله بتاعتنا دي كده ونطلع بيها على الفرن، ندخلها الفرن. ثواني بس ايه عشان السلك هنا معاكي، ثواني. انا عملت الشبكه اللي تحت كانت ايه واطيه شويه، فانا رفعتها كده عشان ادخل البطايه بتاعتي. طبعا انا مولعه ايه، مشغله النار من فوق اهي النار من فوق شغاله تمام. مش بشغل تحت بصراحه لان انا عايزه احمر، بس انا عايزه اديله وش تحمير تمام، ما خلوش يطول في الفرن علشان خاطر ما ينشفش مني تمام. هو مش محتاج، هو مستوي، هو بس هيدخل يعني، هو هياخد بس وش تحمير. نقلب من هنا شويه ومن هنا شويه لغايه ما ايه، لغايه ما البطايه كلها تتحمر معانا تمام. نقفل خلاص كده يعني. ان شاء الله كده هرجع لكم بعد ما يجي البطايه تحمر واوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. خليكم معانا اخر حاجه كده، هنشوف الشكل النهائي لوصفه النهارده ان شاء الله باذن الله. وده الشكل النهائي للطبق بتاعنا النهارده الجميل. عملنا البطايه الجميله دي مع شويه الرز بالفريك. شايفين الشكل ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا. نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جربوا الوصفه دي هتعجبكم بجد، يعني حاجه يعني جميله جدا. الله اكبر. عملنا البطايه النهارده بتاعتنا، شوفوا الحلقه كامله ان شاء الله كده من اولها لاخرها. عملنا البطايه وعملنا معاها الفريك وحطينا عليه رز. اكله حلوه يعني. بصوا مش هتتعبكم قوي لان احنا ما حشناش حاجه ولا عملنا حاجه غير ان احنا عملنا البطايه وسلقناها حمرناها وعملنا جنبيها الفريك ابو رز. طلع طعمه جميل جدا طبعا، احنا مجربينه قبل كده وعارفينه. جربوه يعني. بصوا بتعملوا كميه اكبر طبعا، لان لو حشتوه مش هيديكوا الكميه دي طبعا. زائد ان هيديكوا طعم حلو، هو شارب من شوربه البطه نفسها. فبصوا ما شاء الله، الله اكبر. ان شاء الله كده يا رب كده تعملوا وصفاتنا وتتهنوا بيها يا رب كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. طبعا يعني انا بتشرف بيكم ان كنتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان القناه تكبر ان شاء الله بفضل الله وبيكم ان شاء الله. متابعيني الكرام دمتم في صحه وسعاده يا رب ورضا من عند الرحمن يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.